لو كان النجاح ليه صوت اكيد هيكون طالع من مايك ده. ازاي عايز تنجح في 2025 وانت مش معاك مايك دايناميك زي ده؟ دلوقتي النجاح بيتقاس بحجم المايك اللي معاك. لسه بتستعمل مايك وايرلس صغير؟ بقى قابلني لو نجحت. المايك ده مش اي مايك، ده مفتاح النجاح الحقيقي. عدت عليك 2024 وعملت نجاحات كتير جدا بس ما اشتريتش المايك ده، فشكرا، انت مش ناجح اصلا، وبالنسبه للعالم كله انت لوزر كبير. اقول لك حاجه كمان، المايك ده مش بيسجل الصوت بس، ده بيفلتر الكلام الناجح اللي من بقك بيظهره، والكلام الفاشل ما بيظهروش. هو ده مفهوم النجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه توصل بالمصري. معاكم محمد فتحي. وانسوا خالص الكلام اللي قلته في اول حلقه، ده مجرد مقدمه كده يعني عن البودكاست، عشان اللي معانا مايك عن البودكاست. فالكلام اللي انا قلته ملوش علاقه بالنجاح. النجاح مش بيتقاس بحجم المايك زي ما انا قلت. حلقتنا النهارده عن المايك الدايناميك الجامد اللي انا بسجل منه دلوقتي. ده هو مايك فاين كي 688. تعال ناخد ريفيو واحده واحده وانت بتسمعني من المايك ده. اول حاجه، المايك زي ما قلنا من شركه فاين، وعندنا كمان الحامل ده من شركه فاين، عشان تبقى عارف ان كل المحتوى الصوتي من الحلقه دي من فاين. المايك بيجي لنا في علبته مغلف تغليف رائع ضد الخبطات والكلام ده كله، السفنج اللي بيمتص الخبطات والصدمات والكلام ده، طبعا عشان جاي شحنه جاي من بره مصر. اول ملحوظه، هو ما بيجيش بالستاند بتاعه او الحامل بتاعه، كل شيء بيتباع على حده او كل شيء بيتباع منفصل. محتويات العلبه بتاعته هي عباره عن المايك بتاعنا، وبيكون كمان معاه وصله USB تايب سي طويله شويه، وبيكون معاه زي تحويله مسمار كده عشان بيركب على نوعين من انواع الحوامل. فلو في حامل المسمار بتاعه رفيع بتركب القطعه دي عشان تركب على الحامل زي ما انا مركبها على الحامل ده بالظبط. محتويات العلبه بسيطه جدا، ما فيهاش حاجات كتير. طبعا اول ملحوظه، لو انت ما عندكش حامل زي كده قبل ما تشتريه فاشتري الحامل معاه، او لازم يكون عندك ستاند مكتب زي كده او ستاند للمايك مخصوص عشان الماونت بتاع المايك من تحت. تعال نتكلم على مواصفات المايك بتاعنا. اولا، اللي معانا ده مايك دايناميك مايك. لو انت راجل مالكش في الصوت قوي، انا مش هدخلك انديب او بعمق. هو الفكره كلها ببساطه ان المايك ده بياخد الصوت من اتجاه واحد فقط، اللي هو اتجاه من فوق المايك او من مقدمه المايك من هنا. يعني لما اتكلم من هنا هتلاقي ان الصوت مش واضح خالص، وما اتكلم من الناحيه التانيه هتلاقي الصوت برضو مش اوضح حاجه. ولكن لما اتكلم دايركت لمقدمه المايك او اعلى المايك من فوق، هتلاقي الصوت نقي وجايب صوتي انا بس. اجمد ميزه في الموضوع ده بتاع الدايناميك مايكس ان لو في جنبك دوشه، يعني انا حاليا بسجل في مكان هادي، ولكن الهيد الاضاءه ده ليه صوت مروحه عشان تبرد عليه، فليها صوت خفيف قوي. لو بسجل بمايك كوندنسر مثلا هياخد معانا الصوت بتاع المروحه. ممكن لو في صوت بره في الشارع هياخده معانا. انما ميزه المايك الدايناميك ايا كان الدايناميك مايك اللي بتتكلم منه، ان انت لما بتتكلم من هنا هو بياخد الاتجاه ده فقط. المايك بتاعنا بيشتغل بنوعين من الوصلات، XLR وتايب سي. طبعا اللي بيجي معاه في الكرتونه التايب سي وصله طويله تقريبا 3 متر. الوصله دي تقدر تشغلها عن طريق الكمبيوتر او لابتوب فقط. المايك ده يا جماعه مش مخصص انه يشتغل دايركت على الكاميرا او الموبايل. في حيل ممكن تشغله بيها على الكاميرا، بس هو معمول انه يتوصل بالكمبيوتر او يتوصل ب زي حاجات متخصصه شويه بتسجل من خلالها الصوت عن طريق وصله اسمها XLR. بيكون حاجه اسمها كارت صوت خارجي، وموضوع متخصص يفهم فيه اكتر الناس بتوع الصوت والصوتيات. طبعا في ناس كونتنت كرييتورز بيستعملوا الكروت الصوت دي لان بيديك جوده صوت اعلى وانقى. بس احنا بالنسبه لنا حاليا انا بوصل المايك بالتايب سي بالكمبيوتر وبسجل من خلال برنامج خارجي على الكمبيوتر. مش شايف ان المايك محتاج ان انا اجيب كارت صوت خارجي. لو عندك تمام، انما مش محتاج ان انت تجيبه مخصوص عشان تشغله عليه. وبالمناسبه لو عايز تجيبه فاين عندهم برضو كروت صوت او كارت متخصص انك تركب فيه XLR. بيجي لنا كمان المايك ده بمدخل للسماعه ورا عشان تسمع الصوت اللي خارج من بقك للمايك، تسمعه بالسماعه واطي او عالي، عشان تقدر تعليه او توطيه من خلال الزرارين اللي ورا دول. في زرار منهم متخصص انك تعلي الصوت اللي المايك بيسمعه منك، يعني تعلي حاجه اسمها الجين او توطيها. وفي زرار تاني متحكم انك تعلي او توطي الصوت للسماعه اللي بتسمع منها. فهنا في زرارين ما نتلخبطش فيهم، زرار بيعلي صوت المايك نفسه صوت التسجيل نفسه اللي هو الجين، وفي زرار بيعلي ويوطي صوت اللي بتسمعه من السماعه. وعندنا مكان XLR وعندنا مكان التايب سي. المايك بسيط جدا واستعماله بسيط جدا، مفيش فيه اي سيت اب ولا فيه اي حاجه تعملها لما توصله على الكمبيوتر. كل القصه انك بتوصل وصله هنا في الكمبيوتر وبتنزل برامج تسجيل صوت زي اوداسيتي، او في برنامج في شركه ادوبي متخصص في تسجيل الصوت ممكن تنزله، او اي برنامج تاني
شوف البرنامج اللي يريحك ايه وتسجل من خلاله. وفي المونتاج بتعمل ميرج او بتعمل سينك بصوت الكاميرا لصوت المايك من على الكمبيوتر، وبيكون الصوت في الاخر من المايك مش من الكاميرا. نتكلم شويه عن الحامل بسيط جدا، بيجي قطعتين بس، قطعه اللي بيركب في المكتب او الترابيزه اللي بتسجل من عليها، وبيركب فيها القطعة التانية. مكونات العلبة هم قطعتين دول بس، وبيكون معاها برضو نفس المسمار او المحول اللي مع المايك عشان يصغر حجم المسمار نفسه. لو حبيت تركبه على حاجة حجم المسمار فيها اصغر، تركيبه وتسطيبه سهل جدا. بتركب القطعة دي في الترابيزة او المكتب وبتركب عليها الاستند وتقفل بالمسمار اللي جنبها بس كده. بس بصراحة خامة ستاند خامة حلوة، والسوست اللي في الستاند نفسها سوست محملة، ما تحسش ان هي هتتقطم منك وانت تفتحه وبتقفله. مش عايز اصدمك اقول لك ان جمارك الستاند ده كانت اغلى من جمارك المايك، مش عارف ازاي بس لك ان تتخيل. طيب المايك ده لمين؟ يعني اللي يشتريه اي حد بيسجل اي فيديوهات ولا في ناس معينة تشتريه؟ اللي يشتري المايك ده واحد هو نمبر 1 بيتعمل او متخصص في البودكاست. لو انت بتعمل بودكاست مع حد واللي انت بتشوفه على بقى تيك توك والانستجرام والناس بتتكلم مع بعض ومواقع كبيره زي كده وحاجات زي كده، المايك ده ممتاز، واعتقد انت سامع صوتي منه من اول الحلقه عامل ازاي. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت كونتنت كريتور وبتصور في البيت معظم الوقت زي ما انا بتكلم معاك دلوقتي، في كمبيوتر اقدر اسجل عليه او لابتوب واتكلم براحتي، وعندي ترابيزه اركبه فيها يعني مكان مخصص للتصوير بمعنى اصح. او بتعمل برنامج اذاعي ومحتاج مايك بودكاست كويس، حاجات من الاخر جوه البيت. انما لو انت راجل بتصور فلوجز فانت مش هينفع معاك مايك زي ده، انت محتاج مايك وايرلس حجمه صغير سهل الحمل عشان تعرف تتحرك بيه وما يضايقكش في الشيله ويتعلق بسهوله. هنا مفيش بره ترابيزه ولا حامل ولا الكلام ده كله. انما زي ما قلت لك اي حاجه جوه البيت انت ممكن تستعمله طالما هتمنتج بعد كده وهتعمل سينك في المونتاج بصوت المايك وصوت الخارج من الكاميرا، فالموضوع معاك هيكون احسن بالوايرلس بره البيت. انما جوه البيت لو حابب تجيبه وتستعمله ليك انت حتى عادي، تيك توك بقى، انستجرام، يوتيوب، اي حاجه فيها محتوى صوتي وعندك كمبيوتر او بي سي او لابتوب، تمام جدا تقدر تجيبه. من الحاجات المهمه برضو في المايك ده ان في تحت هنا زرار لكتم الصوت، يعني مجرد بس ما انا المس كده لمسنا تاني صوت اشتغل. ده مش زرار دوس، ده مجرد تاتش. لو عايز تكتم الصوت مثلا هتقول حاجه بره السياق او تقول حاجه لحد ورا الكاميرا ومش عايز اللي بيتفرج يسمع، هتدوس تكتم الصوت، تدوس او تلمس بمعنى اصح الصوت يشتغل. هل هستعمله بقى الفتره الجايه وهيبقى كل الفيديوهات اللي هسجلها هتبقى بيه او لا؟ فبصراحه حتى الان انا ما قررتش، لان هو بيحتاج مساحه زي ما قلنا، ولازم يكون قدامك مكتب او ترابيزه عشان تركب فيه الستاند ده. ولو مش عايز مكتب او ترابيزه فهتشتري ستاند مخصوص ليه 3 رجول من تحت بيتثبت عليه المايك عادي جدا. فحتى الان ما قررتش انا هسجل بيه بعد كده ولا لسه، بس هقرر اكتر لما امنتج كده وتستمتع بالصوت، اشوف يستحق ان انا كل ما اجي اصور او جايب بقى مكتب او ترابيزه واسجل من خلالها ولا مش لازم. هنشوف الموضوع ده مع بعضينا. وبصراحه اخر حاجه، خامات المايك نفسها، يعني بص مش بلاستيك المايك ما شاء الله، الخامه بتاعته كويسه وتستحمل، لا قدر الله اتخبط منك وقع منك هيستحمل. وهو والماونت مع بعض اللي هو الدايره دي والمايك هم لازقين في بعض، يعني هم متثبتين بمسامير، ما ينفعش تخلع المايك من الدايره دي. وفي هنا فلتر، بص هتلاقي الصوت الى حد ما بقى فيه يعني رنه اكتر او اعلى شويه. ده فلتر بيفلتر الصوت وبيخليه يعني متوازن، ما يخليش فيه حروف رزعه قوي. خلينا نرجعه تاني. كده اكون خلصت ريفيو المايك اللي من فاين اللي هو كي 688، واتمنى تقولوا ايه رايكم في المايك في الكومنتات تحت الفيديو. ولو انت معاك مايك زي ده ومعاك مايك وايرلس هتستعمل انهي مايك فيهم؟ بس كده. عندك اي استفسار لينك الصفحه في الديسكريبشن تحت الفيديو، وسلام.